في الفيديو ده ان شاء الله يا جماعة هنتكلم معاكم في كلمتين عن الناس اللي هتشوف كأس العالم. كأس العالم هي بالنسبة للشباب اهم بطولة بتيجي كل 4 سنين مرة. ففي ناس كتير هتتلهي بانها تشوف مباريات كأس العالم، فعايز اقول للناس دي يا جماعة ما تخلوش كأس العالم يلهيكم عن مذاكرتكم، لانه هيبقى اكبر عامل من عوامل التشتيت الفترة دي. كأس العالم اكبر عامل من عوامل التشتيت. النهارده قطر والاكوادور، بكره انجلترا ومش عارف مين، بعده امريكا ومش عارف مين، الارجنتين، البرتغال، بلجيكا، البرازيل، اسبانيا، المانيا. هتلاقي نفسك دخلت في دوامة كاس العالم والتفكير ما بيطلعش منه. انا واحد دلوقتي في جامعة واقسم بالله بنام وبصحى وبحلم بكاس العالم. قرفهم هنا في البيت عن كاس العالم. ميسي لو ما خدش كاس العالم هموت فيه. فالمهم يعني، فهو هيلهيك جامد، والله هيلهيك جامد. فانت لو هتشوف كاس العالم اعتبر نفسك ضاع منك شهر ما عملتش في حاجه. فنصيحتي ليك بخصوص النقطه دي انك تسمع ماتشات كاس العالم، الماتشات المهمه بس، مش تشوف ماتشات اللي هو مش عارف مين بيلعب مين هشوف. هي مش رخامه هي، انت تسمع الماتشات المهمه وخلاص. يعني انت عندك مثلا قناة بين سبورت المفتوحة هتذيع 28 ماتش من حاجة و60، اسمع 28 دول. انما مثلا ما تروحش تسمع لي 60 ماتش، هو ماتش واحد في اليوم كويس اوي، ساعتين بترفه عن نفسك فيهم. انما هتقعد تسمع لي 1000 ماتش في اليوم، يبقى ما انتش مذاكر حاجة. هتقعد بقى، ايوه انا هقعد اشوف بقى بلجيكا اللي خسرت مصر ده هتعمل، اللي مصر خسرتها ده هتعمل ايه في كاس العالم. لا البرازيل، لا نيمار، لا ميسي، اخر كاس عالم لميسي وكريستيانو. والله العظيم ما هتفتح كتاب. بقول لك والله ما هتفتح كتاب. انا بقول لك اول عامل للتشتيت هيجي لك الفتره دي من قبل ما يبتدي. هو النهارده بدايته الساعه 6، من قبل ما يبتدي. بقول لك اهو، اول عامل من عوامل التشتيت هيكون لك في المذاكره الشهر ده هو كاس العالم، جاي لك من المستقبل اهو. اللهم بلغت، اللهم فشل.